السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا كثير شاف الفيديو حق الرحالة الليبي بالامس واللي ما اعتذر في بدايته، وواضح جدا مراوغة الوسيط العماني برغم الاثباتات اللي كانت موجودة في فيديو الامس اللي نشرناه. طبعا ماشي كل شيء بقيمته، يعني جزاك الله خير. محمد ما راح يقصر، انتهي جولتك ما بيقصر عندك، تعرف ريال كريم. يحتاج انه يدفع حل بترول سيارات اللي بتشيلها فيه، حل اتعابك انت بالنفس. يا يغطي فيها اليمن، متاكد من هذا الفكره. اما انا قلت له السنين راح يعطيك مبلغ معين، انا حاشا لله ما قلته. وتشوفهم كيف الجماعه مستميتين على اساس انهم يطالبوا بفلوس اتعاب. هل هم فهموا الاتعاب ان اتعابهم هم فرق؟ صارت فرق بين كلمه اتعاب ومصاريف. اما انا قلت راح يترسكم فلوس سنين، هذا الكلام ما قلته. راح يعطيكم اجار مثلا عن ساعتكم او عن يومكم، هذا الكلام ما قلته حاشا لله. وعاد السليني نشر الفيديو بالامس دون طمس الوجوه، واوضح الملابسات اللي حصلت ما بيننا وما بين الوسيط العماني. طبعا نحن بعد امس منشرنا الفيديو، ولكن نحن الردود اثلجت الصدر بالنسبه لنا، وعبرت عن كاتفنا كلنا كيمنيين ان كنا يد واحده. المساله كانت مش مساله فلوس او مبلغ 1000 أو 500 بيرسلها وبيرسل 500 وبيقول خلاص يعني انتهت القضية. لا، طبعا هي المسألة مسألة رد اعتبار، انه شوه سمعة اشخاص، وحسب ما يقول في تعبيره انهم نحن محضين عليه، في حسب ما يقول العماني ان نحن يعني متمسكين وبغانا الفلوس. لا والله، ما هو من قيمنا ولا من شيمنا. طبعا امس رسل رسالة بالليل، كتب في رسالته قال بالنسبة لينا انكم انتم غلطانين، بالنسبة لانفسكم انتم مش غلطانين، وبالنسبة للسوشيال ميديا اللي نشرتوا الفيديو بيكون لي ترند، وبغى مني تأكيد عشان بيحول باقي المبلغ. يعني آخر شيء نحن بنتوسخ على $500، رغم إن نحن نستحق أكثر من كده. في المقام ده بغيت بوصل له رسالة، نحن اليمنيين بشكل عام نحن أهل كرم وأهل جود وأهل سماحة، بصراحة ولا بغينا شيء منك. فنحن نشكر لتضامن الكثير من الاشخاص اللي تواصلوا معنا، الاشخاص اللي علقوا، الاشخاص اللي دخلوا لنا معارفنا على الخاص، الاشخاص اللي تضامنوا بالنشر وتوصيل الرساله، وشاكرين ايضا الاشخاص اللي وضحت لهم الفكره بعد ان سمعوا ردنا كطرف ثاني وفهموا الخطا. شاكرين ايضا لابناء الشعب الليبي اللي يتواصلوا معنا ودخلوا نحن على الخاص، سواء معتذرين او موضحين الفكره، ومسامحين كل شخص اساء لنا او ظلمنا او اغتابنا، سواء ظاهرا او باطنا. الاخ محمد السليني، ونحن نقول لك ما بغينا شيء. الشعب العماني شعب شقيق وعزيز علينا، ما نرضى له اي اهانه او خطا. وايضا الشعب الليبي شعب عزيز وغالي علينا، شعب شابهنا لحد كبير كثقافه كلغه وكثير اشياء مشتركه بيننا. والسلام ختام.